السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم عن سلسله افلام جوراسيك بارك، السلسله اللي ناجحه جدا ومؤثره جدا. في البدايه جوراسيك بارك ببساطه كده ده بيرجع للعصر الجوراسي، عصر الديناصورات، من كده مسمينه جوراسيك دي العصر الجوراسي. طبعا هنتكلم عن كل حاجه في الفيلم. الجزء الاول نزل منه سنه 1993، انتاج شركه طبعا يونيفرسال سيتي ستوديوز، الشركه الامريكيه الكبيره جدا في الانتاج وكل حاجه. الجزء الاول نزل 1993 من اخراج ستيفن سبيلبرج، بطوله جيف جولندن وستيفن نايت. باختصار الفيلم الجزء الاول كان رجل اعمال عنده حديقه ترفيهيه، مجموعه كبيره من الديناصورات المختلفه، دعوا خبراء الناس تفهم في الوراثه والناس بتفهم في الديناصورات وكده. ده كان الجزء الاولاني. عملوا جزء تاني من نفس الاخراج ونفس البطوله جيف جولدن، نفس المخرجين ونفس الممثلين. وكانت طبعا الجزء الثاني كان خبراء رايحين يزوروا الحديقه دي كانت في الجزء الاولاني شبه اتدمرت، فكانوا رايحين بقى هم بيستكشفوا لسه الجزء الثاني. الفيلم نزل منه جزء ثالث 2001 ومن اخراج مخرج جديد خالص اسمه جو جوناثان من بطوله سام نايل. الفيلم ده نزل منه جزء جديد 2015، كانت سلسله جديده بعنوان جوراسيك بارك وورلد، ممثلين جداد ومخرج جديد. وكان الفيلم ده عامل نجاح كبير جدا لانه كان نسخه مختلفه عن الاجزاء اللي فاتت وكان احسن طبعا. نزل بعديه من السلسله ديت اسمه بعنوان جوراسيك بارك فولن كينجدوم، كان 2018، ده المملكه الساقطه. هي طبعا القريه الحديقه دي اتدمرت وحصل فيها مشاكل. بعدين نزل 2022 جزء جديد خالص برضه بنفس الممثلين واستعانوا بممثلين الاجزاء الاولى. شركه يونيفرسال اعلنت عن نزول فيلم جديد جزء سابع بسنه 2025 وهينزل 2/7/2025. الفيلم ده بعنوان ريبيرث، اعاده ميلاد الجوراسيك وورلد. ده الجزء السابع اللي هينزلوا منه باخراج مخرج جديد، في نجوم كتيره هتشارك في الجزء الجديد. هنشوف اللي هيحصل في الجزء الجديد، متشوقين ونتفرج عليه. طبعا الفيلم ده متكلف تكلفه كبيره جدا، مكلف مليارات الدولارات وبيمر تجهيزات كبيره جدا. لو لاحظنا ان الفيلم بياخد تجهيزات من 3 ل 4 سنين، يعني عندك 1973 1997 2001 وقعد فتره كبيره، وبعدين رجعوا 2015 2018 2022 ونازلين 2025. يعني بياخد 3 4 سنين. بيمر مراحل بقى البري برودكشن والبرودكشن والبوست برودكشن، بياخدوا وقتهم، عشان كده بيطلعوا جوده عاليه. والفيلم بالمناسبه نازل بتقنيه الاي ماكس، دي اعلى جوده. هتدخل تتفرج في السينما على الاي ماكس اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، هي اعلى جوده وشاشه كبيره، تقنيه عاليه جدا. وهينزل كمان 3 دي التقنيتين مع بعض، فالفيلم هيبقى تقنيه عاليه وجوده عاليه نازل. طبعا الفيلم مصروف عليه كتير جدا، مليارات الدولارات تجهيزات، سواء القريه اللي عاملينها والاستوديوهات الكبيره اللي عاملينها وتصوير وكل حاجه والجرافيكس اللي شغاله، السي جي اي اللي مستخدمينه في الديناصورات. فالتقنيات كلها عامله اداء كويس، مطلعه جوده عاليه. طبعا الفيلم ناجح جدا ومكسر الدنيا وبيعمل ايرادات، او بينزل بره بيعمل ايرادات عاليه، وسواء في مصر او الوطن العربي بيعمل ايرادات. فالفيلم كويس جدا ومكسر. بمناسبه الديناصورات، قناه ناشونال جيوغرافيك كانت عامله فيديو عن ديناصور اكتشفوه علماء في الجليد تقريبا في الاسكا، فكانوا اكتشفوا الديناصور ده وعملوا فيديو. كانت حلقه مهمه على ناشونال جيوغرافيك من 7 سنين تقريبا. كانوا جايبين ديناصور وعملوا له تشريح كامل. طبعا كانوا عاملين استوديو كبير جدا باضاءه عاليه وبامكانيات رهيبه عشان يدخلوا ديناصور. تخيل انسان بيتشرح بالك بديناصور كامل بقى، يعملوا له تشريح وتصوير. وكان فيديو بصراحه جامد جدا، فيديو منتشر على اليوتيوب موجود. هو كانت حلقه نزلت على ناشونال جيوغرافيك ودلوقتي تقريبا عاملينه نزلوه على اليوتيوب، حلقه من زمان يعني من 7 سنين ولا حاجه على اليوتيوب دلوقتي نزل. كانت حلقه حلوه جدا لو انت عايز تتفرج بقى على ديناصور حقيقي وكل حاجه في الديناصور، وديناصور حقيقي. والعلماء اكتشفوه في الجليد، طبعا كان متجمد، عملوا له طبعا فكوا الجليد ده، بس بعد ما اخدوه طبعا في اجهزه وكده، وعملوا له بقى بعد ما فكوا الجليد عملوا له تشريح كامل، شرحوا الديناصور بالكامل كل حاجه بقى وعرفوها وكده ايه. فكان فيديو حلو وجميل جدا يعني. طبعا سلسله الديناصورات مستمره لجوراسيك وورلد. لو عجبك حلقه النهارده اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، واكتب لنا في الكومنت ايه عايز تتفرج على ايه جديد، وايه رايك في الحلقه، وعايز تتفرج على ايه الفتره الجايه. بس نشوفكم في فيديو جديد. سلام.